أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع منظر ونكهة في كوزين جميلة بن غزال. اليوم باش ناخذوا دبس الرمان. عندنا 6 كيلو رمان. ناخذوا كعبة الرمان نقصوها من الفوق، نعملوها في شكل أبراج، نوضعوها في الوعاء عن طريق مطرقة المطبخ، وبكل لطف نضربوا كعبة الرمان متاعنا بسهولة. نتحصلوا على حبوب الرمان، وهذه قشور الرمان نستحفظوا بها، نشيحوها صالحة للإسهال سواء للكبار وإلا للصغار. ناخذ الرمان متاعنا نوضعوه في الخلاط الكهربائي، نرحيوه، ناخذو المصفاة متاعنا تكون جيدة، وعن طريق المصفاة نصفيو الرمان اللي رحيناه، نزيلو منه القلوب متاعو، أصبح عنا صافي. نوضعوه في وعاء، نوضعوه على النار، وتدريجيا نزيل الكشكوشة من دبس الرمان. طاب الرمان متاعنا عطيناه 4 سوايع، هذايا مازال سخون. 6 كيلو رمان حصلنا 600 غرام دبس رمان. لهنا عقاد دبس الرمان نستعملوه تتبيلة اللحوم الحمراء والبيضاء، للسلطات متاعنا، للمرطبات متاعنا، لفطور الصباح مع الحليب. فيه قيمة غذائية كبيرة. وهذايا الشكل النهائي الدبس الرمان متاعنا. ما شاء الله، منظر ونكهة، وتاكلوا بالشفاء.